وسط المنتخب كله طلبه، هاي معروفه. مهدي كريم، ابو الهيل، كل ما اعدد لك اتعب. اليوم عندنا احنا مرتضى ملص، واحد حرام يحكي عليه. ليش؟ اليوم اكو لاعب مصاب من ذيك المباراه، شاد لفاف ويلعب. ليش؟ خل نصفن. اكو نقص عندنا. مرتضى وحده ما إله بديل. محمد زامل كان عندنا، الله ويا الولد موفق ان شاء الله. بديله منو؟ مرتضى ملص. مرتضى وحده. الطلبه يعيبه صانع الالعاب، نقص عده بصانع الالعاب. ثانيا لا حد يحكي على المهاجمين. ليش؟ الموسم الفات من كان عندنا وسط وصانع العاب، محمد جوادي يقول صح لو غلط؟ خلي واحد يقول لي. الخلل لا حد يقول لي وقاع. اليوم وقاع يرجع لنا بألف سلامه. وقاع لاعب سوبر ما حد يعترض عليه. بس اليوم احنا محمد جواد وعندك حسين لاوندي، هذول يحتاج لهم دعم. من كلامك ما توصل لباصات، ما توصل مثل العام، مثل ما كان صانع الالعاب يفتقدن هذا الطلب. احسنت فقط. كل شيء ما نفتقد. اليوم الدفاع جيد، الهجوم جيد، بس صانع الالعاب ما عندنا. نفتقد الصانع الالعاب. سؤال اخير، شنو فرق الطلبه عن الطلبه قبل 20 سنه عن هسه؟ قبل كان نار يشتعل. شو احكي لك؟ منو حبيب؟ منو شعدد لك؟ تتعب. بس اليوم الطلبه حلو، يعني يلعب حلو يونس، بس يونس، بس وسط ماكو. اليوم عين النادي ما موجوده. الطلبه استاذ احمد، نقطه بس اريدك تنتبه لي عليها فقط. نادي الطلبه يصدر الوسط للمنتخبات الوطنيه. المنتخبات الوطنيه تعتمد على الوسط. راح تجي بعد الملعب؟ اجي طبعا ان شاء الله، اجي ان شاء الله نشوف. ونشكركم عيوني كابتن. طلبه اليوم